اتكلمنا قبل كده عن الأورام الليفية. عايزين نتكلم في نقطة، إنه هل أي سيدة عندها ورم ليفي لازم تدخل جراحي؟ وإيه هي طرق التدخل الجراحي؟ هو السؤال ده مهم جدا يا محمد. بص، احنا عندنا الاورام الليفيه، احنا قلنا في المره اللي فاتت ان هي مشكله مع السيده، يا اما الم مزمن في الحوض، يا اما نزيف، يا اما تاخر حمل، وممكن الثلاثه مع بعض. الاورام اللي فيها من الحاجات بالذات ان احنا دايما بنبقى مايلين ناحيه المناظير في العلاج التدخل الجراحي مع اي سيده، سواء كانت ايا كانت مشكلتها ايه. في الاورام اللي فيها بالذات بنبقى حاطين رقم واحد فعلا المنظار. بس في حاجات معينه كده لو موجوده، لو حجم الورم الليفي كبير اكتر من 10 سم، لو هو متعدد اكتر من 5 6 اورام ليفيه في الرحم، بنبقى ميالين اكتر ناحيه الجراحه. احنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها جراحه دقيقه، يعني بنتدخل بفتح زي فتح القيصري، بس تقريبا تلتين الحجم، ما بنوصلش حتى الفتح القيصري الكامل. نقدر نتخلص من كل الاورام اللي فيها الموجوده من الفتح ده، يبقى العينه استفادت نفس فوائد المنظار بالجراحه. بس احنا ان كان برضه لازلنا مصرين ان التدخل بالمنظار، خاصه في الحالات اللي عندهم مشاكل تاخر حمل، بيبقى احسن كتير من التدخل بالجراحه.